السلام البنات، وصفتنا اليوم معسله رمضانيه بمذاق الشباكيه اللي كتجي زوينه البنات وكتجي لذيذه وكتجي سهله. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للمقادير غادي نخليهم لكم في اسفل الفيديو. عندنا الطحين، عندنا النافع، القرفه، عندنا مليحه، عندنا خميره الحلويات، الزبده، صفر بيضاء، عندنا الخل، عندنا ماء الزهر اللي كنديروا فيه الزعفران شعره، صافي الماء باش كنجمعوا العجين وكندلكوا هاد العجينه مزيان. بعد ما دلكنا العجين ديالنا مزيان غادي نقطعوها وغادي نخليوها واحد 10 ديال الدقائق حتى كترتاح. من بعد غادي نسرحوا العجين ديالنا على هذا الشكل كما كتشوفوا. بعد ما سرحنا العجين ديالنا غادي نقطعوها بهاد الشراره البنات كما كتشوفوا. اللي ما مطفراش عنده يقدر يستعمل قطعه ديال البيتزا. كنهزوا 3 ديال القشريط البنات وكنلويوهم، من بعد كندوروا وكنكليكيو الوسط باش ما تفتحش لينا في القلي. من صافي غادي نجيب واحد المقله غندير فيها الزيت حتى كيسخن وكنبداو صافي نقليو حتى كيتحمروا على هذا الشكل، وكنهزوهم كنصفوهم داك الزيت كنطفوهم في العسل. زينتهم باللوز ايفيلي. وهذا هو الشكل النهائي المعسله ديالتنا. نتمنى ان شاء الله تجربوها لينا، فعلا كتجي لذيذه البنات اللي باغي من الشباكيه لان كتجي في مذاق الشباكيه. ونشوفكم ان شاء الله في الوصفه الجايه.